أثارت وفاة الممثلة الهندية وعارضة الأزياء شيفالي جريوالا المفاجئة في 27 يونيو الماضي صدمة كبيرة خاصة المقربين لها، ووفقا لمصادر ربما يكون الإفراط في تناول أدوية مكافحة الشيخوخة قد ساهم في إصابتها بسكتة قلبية، في حين لم يتم تأكيد السبب الدقيق للوفاة المأساوية لشيفالي جريوالا. تشير النتائج الأولية إلى أنه في 27 يونيو 2025 عانت الممثلة والعارضة من سكتة قلبية مفاجئة مصحوبة بانخفاض ضغط الدم ومشاكل شديدة في المعدة. وكشفت التقارير حسب موقع NDTV أن الممثلة تلقت حقنة روتينية مضادة للشيخوخة في اليوم نفسه، بعدها شعرت بغثيان ونقلت على الفور إلى المستشفى، حيث أعلن وفاتها فور وصولها. ووفقا لتصريحات سابقة لها فإنها تلقت علاجا مضادا للشيخوخة منذ 8 سنوات. أثناء التحقيق حسب التقرير، عثرت الشرطة وخبراء الطب الشرعي على حقن الجلوتاثيون الوريدية وفيتامين سي وحبوب الحموضة في مسكن شيفالي جريوالا. ويتم استخدام كل من الجلوتاثيون وفيتامين سي بشكل أساسي لتبييض البشرة وإزالة السموم وتحسين ملمسها. أصبحت علاجات التجميل وخاصة برامج مكافحة الشيخوخة منتشرة حالياً، ويعود ذلك بشكل كبير إلى اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك ليست كل هذه التوجهات آمنة، فقد يكون بعضها أكثر ضرراً من نفعه. ورغم أن هذه العلاجات قد تقدم نتائج قصيرة المدى، إلا أنها قد تؤدي إلى عواقب طويلة المدى،